من كل شكل ولون جايين ضيوف على مصر، أجمل بلاد الكون وآثارها مالها حصر. فرعوني، قبطي، إسلامي، تشهد على كل عصر، وإيدين بالود ممدودة بتقولك نورت مصر. نورت مصر منين ما تروح، مصر الأصيلة، مصر الجميلة، وجوها بيرد الروح. نورت مصر بلاد طيبة، مصر الهرم، أهل الكرم وقلبهم مليان طيبة. نورت مصر. My name is Donna, and I am from Toronto, Canada. My husband and I arrived in Cairo 2 days ago and have been thrilled with all there is to see. We had the fortune of having a guide meet us at the airport, which helped immensely with getting through customs and our luggage pickup. And we're quickly driven to our hotel, where we found comfort and cool air and great food. Yesterday we visited the pyramids with the help of our guide, who explained everything for us. We couldn't have done it without him. And today we visited the Egyptian Museum, which was amazing. And once our guide again helped to make the adventure easy and fun and educational. It's been fabulous. And after the museum, we visited here at the White Mosque. And once again, another beautiful historical site. People have been friendly. The food has been fabulous. The climate is a blue, clear sky. We couldn't have asked for more. Tomorrow we have a free day, so we're not sure what we're going to do. But the day after that, we're going to head down to Hurghada by airplane. We are going to be met by another guide. We are going to tour Luxor, and then after that, we're going to go on a Nile cruise. And I have been given permission to watch the chef, and he's going to show me a few recipes. And then after the cruise, we're going to head back to Cairo and have a day of leisure and head out that night and head back to Toronto. And I'll tell you right now, we are going to miss every minute of this culture, the friendly people, the great food, and the wonderful sunshine. امام مسجد مهم جدا اللي بيسموه مسجد يعني المحبين والبنائين في مصر، مسجد محمد علي. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم، هنتكلم عن سيد العاشقين.
زار قباني في قصيدته المشهورة بيقول: الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناها. سنوهي قبله سبقه بسنين كتير جدا، ودي كان جدنا يعني في الدولة القديمة قال كده: سكن الجمال ديار مصر وأبى ألا يبرحها إلا على جناح الحب. وبالتالي ناس كتير جدا بتعتقد أن المصريين القدماء كانوا مجرد ناس بيبنوا معابد ومقابر وطول الوقت قاعدين يتعبدوا. والله أبدا. احنا كان عندنا قصة مشهورة جدا لقصة حب كادت أن تعصف بالملك وكادت أن تهدد عرشه. عندنا قصة سيد العاشقين الملك أمنحتب الثالث، اللي هو والد الملك اخناتون وجد الملك توت عنخ امون. هذا الرجل يعني جه في وقت كانت مصر مهيئه جدا اقتصاديا وفي حاله اقتصاديه كويسه جدا، لانه استفاد من الحروب التي خاضها تحتمس الثالث والفتوحات التي قام بها امنحتب الثاني، وبالتالي تحولت مصر في عهد امنحتب الثالث الى مرحله ثريه. وهذا الرجل كان ابن تحتمس الرابع والملكه موت اويا، فاراد ان يمجد نفسه. فجه في السنه الثانيه من حكمه حصلت قصه حب مشهوره جدا بينه وبين الملكه تيم، هذه الملكه التي لم تكن من دماء الملكيه، وكان من شروط الملكيه ان يكون الملك اما ام ملكه، والملك امنحتب الثالث لم تكن امه ملكه من دماء الملكيه، وفي نفس الوقت هو الملكه تي ما كانت بيسموها ملكه كده عامه الشعب. كان ابوها يويا وكان هو ترقى، كان ضابط وترقى ان هو كان قائد للعجلات الحربيه، وامها كانت كاهنه وصلت لمرحله الكهنه بمعرعه مهمه جدا في منطقه اخميم في سوهاج. ولكن حصلت قصه حب مشهوره جدا جدا بينهم الاثنين، وكاد ان يفقد عرشه، ولكن بالرغم من ذلك تزوجها في السنه الثانيه من حكمه. ورغم ان هو هذا الرجل بدا يتزوج عليها كثيرا، لان كان الملك كان بيتزوج كثير جدا، ولكنه كانت هي بالنسبه له الاسيره والمحبه، لدرجه ان هذا الرجل كان اول واحد اخترع الاعلام، واول واحد اخترع ما يسمى اللي احنا بنسميه دلوقتي وسائل التواصل الحديثه، المالتي ميديا الحديثه. ان هو كان اي عمل بيعمله ومن ضمنها زواجه كان بيسجله على مجموعه من الجعارين وبيبدا يوزعها. وارجوكوا لو رحتوا الجعران اللي موجوده عند الكرنك، اللي اكيد جنب بحيره الكرنك اللي كلنا بنلف حواليه، اللي عايزه تتجوز واللي عايزه تخلف طبعا دي كلها خزعبلات، ولكن بنشوف الاجانب والمصريين بيلفوا حواليه. ده من عهد جدنا امنحتب الثالث. ارجوكوا لما تروحوا الاقصر تمثالي منه، من اول تمثالين في البر الغربي، اضخم تمثالين دي برضو اللي هو لهذا الملك. لما تخش المتحف المصري اول ما تخشوا من الباب اضخم تمثالين في المتحف حوالي 11 متر للملك امنحتب الثالث والملكه تي، هي موجوده بنفس حجمه. عندما يتزوج هذا الملكه كان بيعشقها، وكانت كمان دايما سانده وداعمه له، حتى كانت دايما على يساره لان دايما القلب في اليسار، وكانت محبه. واصبحت زوجة الملك وام الملك، لانها هي ام الملك اخناتون امنحتب الرابع، وهي كمان جده الملك توت عنخ امون. وكان لها دور في الدبلوماسيه الدوليه، وكانت بتراسل الملوك، ولدرجه الملوك كانوا بيتمنوها وكانوا بيترجوها، ولعبت دور مهم جدا جدا في الحياه السياسيه، سواء في عهد زوجها امنحتب الثالث او في عهد الملك اخناتون. فهذه الملكه من الملكات المهمه جدا، وعشقها لدرجه ان هي مره مشيت ابدت يعني اعجابها او حبها باحد البحيرات. جه في منطقه هاب وحفر لها بحيره مهمه جدا، وجاء لها السفن، وجاب لها يعني مجموعه من الفتيات الجمال عشان اللي هي حلمت بيه هو نفذه لها. هذه الملكه المهمه جدا جدا احنا فضلنا نجهل اسمها ونعرف نعرفش دورها لغايه ما لقينا مجموعه من المومياوات، 3 مومياوات موجودين في مقبره الملك امنحتب الثاني، كان لصبي وكان لهذه الملكه. بداوا يعملوا تحليل DNA، وجدوا ان خصله شعر ليها كانت موجوده في عهد حفيدها الملك توت عنخ امون، لقوا ان نفس الجسم في اطلاق. كان الاول بيسموها المراه العجوز، ولكن بعد كده عرفوا ان دي الملكه تي، وبدات بعد كده نشوف الملكه تي. ارجوكم روحوا زوروا شوفوا الموميا بتاعتها في المتحف الحضاره، قصه الشعر بتاعتها اللي هي الملكه دي، رغم ان هي ماتت في اكتر من 60 سنه لكن كان شعرها رائع، وكل الناس بدات تتساءل وتسال ما سر جمال شعر الملكه تي، وايش استمراره في نفس اللون. وبدانا ندور ايه الكريم اللي كانت بتستعمله الملكه تي. لذلك بقى اتمنى ان احنا نبدا ندور نشوف لماذا شعر هذه الملكه بهذا الحواد وهذه الجلميه، ليه اللي خلاها انها كانت محبه وكان زوجها زي بيقولوا كان عاشقها. وبالتالي بنقول اطلقنا على هذا الرجل هو سيد المحبين وسيد العاشقين، لانه هذا الرجل تزوج ملكه من عامه الشعب، ولكن بالرغم من ذلك كانت هذه الملكه على قد المسؤوليه، وكانت بيسموها ابنه الشعب. طورت التعليم، طورت كل شيء، وقفت في مصر في مرحله مهمه جدا جدا، لان لما اخناتون ابنها نقل العاصمه وعمل مشاكل هو نفرتيتي، ذهبت هذه المراه وحاولت ان تعيده وترجع الاوضاع مره اخرى. فتحيه الى هذه المراه الملكه تي، وارجوكم روحوا زوروا المتحف، وقفوا امامها وشوفوا جمالها وشوفوا جمال شعرها. هذه الملكه المحبه العاشقه زوجة الملك امنحتب الثالث.
My name is George, and I'm from Toronto area in Canada. And we've been touring Egypt now for a couple of days, and we're spending a couple of weeks doing that. It's our first time here, and we're just loving it. When we thought of coming here, we were a little concerned. We didn't know anything about the culture, really, but we have been blessed to have a guide, Solomon Said, who is just the best. He has taught us so much about this country and about the customs and the food and the history, and just helping us through the formalities of getting through the airports and checked into hotels and so on. And it's just been terrific. I would recommend that you get a guide if you come here, and if you want a really good one, get Solomon. he's amazing. We've been touring the pyramids in Giza and Saqqara, and we also have just toured the White Mosque. We'll be going to Hurghada in a couple of days because I like to scuba dive, and the Red Sea is one of the top 10 destinations on the planet to scuba dive, so I'm excited about that. So we'll spend a few days there, and then off to Luxor to tour the Valley of the Kings, cruise up the Nile to Aswan, then back to beautiful Cairo, and back home to Toronto. Nuarta Mosque. Nuarta Mosque. مصر الجميلة اللي يجيلها يعشقها من بعد ثواني، ونسابها ساعة يحنلها، ما هو فيها عاش أحلى معاني، ومسيره يرجع يوم ليها، صدق اللي قال كلمة عليها، اللي بيشرب من نيلها لابد يرجع من تاني. نورت مصر.